ممكن الامساك يعمل فتق؟ طبعا. مع كل مره بنحزق فيها عضلات جدار البطن بتضعف، ومع الوقت بيبدا يظهر الفتاق. الفتق معناه خروج جزء من الامعاء او منديل البطن من مكانه الطبيعي نتيجه ضعف في عضلات جدار البطن، وده اسبابه كتير. رقم 1 الناس اللي بتشيل حاجات تقيله، رقم 2 الناس اللي عندها امساك مزمن، رقم 3 الستات نتيجه الحمل او الولادات المتكرره، رقم 4 وده اخطرهم حاجه اسمها الفتق الجراحي اللي بينتج ما بعد اي عمليه جراحيه سابقه. الفتق ده بيظهر كبروز تحت الجلد. طيب ايه الاماكن بتاعته؟ في المنطقه القربيه وده بنشوفه اكتر عند الرجاله، او في السره او حوالين السره وده اسمه فتق سري او جار سري وده بنشوفه اكتر في الستات. اخر نوع الفتق الجراحي وده بيجي مكان جرح قديم في البطن. الخطير في الفتق واللي احنا بننصحك بيه ان الفتق ده ملهوش علاج، حله الوحيد هو عمليه، سواء كانت جراحه او منظار. بنستأصل كيس الفتق وبنصلح الفتق وبنركب شبكه ندعم بيها عضلات جدار البطن. لو لاحظت اي بروز في جسمك حوالين السره او في السره او في المنطقه القربيه، من فضلك ما تستناش وما تأجلش، تعالى استشيرنا واحجز معانا واطمن على نفسك.